هدول مين بيكونوا؟ ما بعرف. وشو بدهم يعملوا فينا؟ وأنا شو بيعرفني؟ طيب نحن وين؟ أنا اسمي عايشة. وأنتي؟ ديما. خبرني ابني، هلأ أنت قلت لها لأريج إنها ترجع رفيق على البيت؟ ايه أنا قلت لها لأنه هيك أحسن. بدك الصراحة، أنا هالفترة مو حاسس بالأمان بنوب، وخايف أخسر رفيق كمان، وكتير فكرت بالموضوع قبل ما أجيبه معي لهون. موسى، خليك مثل ما بعرفك قد حالك وقوي. أنا بعرف إنه مرتك عم نسيدها عليك، بس خسارة بنتها صعبة عليها. ايه بعرف هذا الشي، بس أنا كمان أبوها لديما، هي بنتي الوحيدة وما بتتخيلي قديش عم بتوجع من جواتي. شو ساوي؟ صدقيني والله عم موت باليوم 1000 موتة. بابا تفضل. تعال عندي حبيبي. بابا أنا بدي خبرك شغلة. وقت كنا نلعب غميضة أنا وأختي ديما، عطول كانت تتخبى بأماكن بعيدة، بس أنا دائما كنت لاقيها. وكمان هلأ رح نلاقيها إن شاء الله. ماذا عن اختطاف الأطفال في المدن؟ إلى متى سيستمر هذا؟ تم اختطاف 8 أطفال خلال شهر واحد فقط، عثروا على 3 والباقي ما زالوا مفقودين، وقد تم إعطاء مراكز الشرطة تعليمات صارمة بهذا الخصوص، وطلب منهم العثور على العصابة بأقرب وقت ممكن وإيجاد جميع الأطفال المفقودين. أنا كتير آسف أريج. على شو آسف؟ على الموقف البشع اللي صار معك بالمخفر اليوم. اللي صار مو ذنب حدا. بعرف. تعرف ما توقعت بحياتي إنه أنا وياك نتخانق. وأنا كمان ما كنت متوقع هذا الشي. هي أول مرة منتخانق فيها. بس بتعرفي شو يا روحي؟ المشكلة مو فينا نحن. الشي اللي عملته الشرطة هو اللي خلانا نتوتر ونعيط على بعض. يعني على القليلة فينا نتخانق سوا ونفش خلقنا، لأنه مالنا غير بعض، وبهالطريقة منعبر عن الحزن اللي جواتنا. والله ما بعرف إذا رح نقدر نتجاوز الموضوع ونكون قوايا. مستحيل أتجاوزه أنا. هاي بنتي اللي حملتها ببطني 9 شهور، وصارت تكبر قدام عيوني، صارت قطعة من روحي. كيف رح أتجاوز الموضوع؟ موسى هي بنتي،
ربيتها وعملت كل شي لخليها بأمان وأحميها. لو بعرف إنه رح يصير هيك وإنه الدنيا رح تكون قاسية هيك على ديما وتظلمها، وقتها كنت متت وما خلفتها. كنت حميتها من هالدنيا البشعة. ليش الدنيا عم تظلم بنت بريئة مثل موسى؟ يا ريت يكون عندي جواب لسؤالك، بس للأسف ما عندي. يعني ديما هذا كان قدرها، وما فينا نعترض على إرادة رب العالمين. لا، هذا مو قدرها لديما. هي رح ترجع لي، أنا متأكدة من هالشي.